طريقة تجميع نسخة الإيكيس 47 المعدن، وأخص بالذكر المعدن الجزء ده والقلب الداخلي كله معدن، تروس معدن، ماسورة معدن، يعتبر كل حاجة جوه معدن، والخارجي منها نايلون بوليمر خامة عالية جدا. وهنا دي معدن، واللي في الدبشك هناك دي معدن. تمام. طريقة التجميع بقى في السريع. أول حاجة الجزء ده دي بتبقى جاية بالشكل ده خلاص، فدي بتركب كده، يجي في المجرى دي، نعدي دي كده. تمام. بعد ما عديناها نركب الجزء ده كده. بعد كده الجزء التاني كده. تمام. بعد كده نركب البطارية، الأسود في الأسود. تمام. بعد كده ايه، دي متسابة عشان بس تشحن. لو سبت البطارية مكانها وشديت السوكت على جنب بس تشحن، الموضوع هيبقى ألطف يعني. بس ندخل دي كده مكانها خلاص. بس مركبينها كده، وبنسيب مسافة هنا دي فاضية شوية عشان دي لما تركب ما ترخمش. تمام. التركة دي برضو ايه مهمة. بعد كده نركب الجزء ده الأول، نسيت، أيوه الجزء ده كده، ده تعشق في مكانه الأول. بعد كده تضغط، تبص تلاقي دي كده بقت مية واحدة، دي بقت صرف واحد. تمام. بعد كده تقوم قافل زرار الأمان. بس كده زرار الأمان قفل، دي عمرها ما تتخلع. طيب عايز تيجي تشحنها، تقوم جاي رافع دي ومطلع السوكت الأبيض من على الجنب، تشحن وترجعه مكانه تاني، بس عشان متقعدش كل شوية تفك ايه تعمل في البطارية يعني. بس ده الجزء بتاع النشان، بيكبر وبيصغر كده بحيث ان هو بالشكل ده. بس بعد كده بقى بالتجميع القطع، بنيجي هنا، ده الدبشك بيركب كده. بعد كده نجيب مفك، نجيب المسمار الدايرة، نربط على الآخر. مسمار كمان، هي بركب لها 4 مسامير عشان الجزء اللي ورا ده تقيل جدا، وهي أصلا تقيلة تقريبا معدية ال4 كيلو. المفروض بقى الفيديو ده أنا نسيت أقول إن هو متصور من هابيدك ستور. النسخة دي نخصها لينا احنا. ومتاح منها كميات برضو الحمد لله. مسمار كمان. معلش لو الفيديو طول كأني بركبها في ايدك بحيث برضه الموضوع يبقى سهل. تمام. بالشكل ده وزنها تقيل ما شاء الله. بس بعد كده عايزين نحط الخرز بقى بتاعنا، نيجي كده على الإزازة دي، بس اسكيب وارجع، نكمل إزازة الخرز، نقوم فاتحين الشباك ده. بس الخزنة دي فيها موتور تحت اهو، هو اللي بيلف الخرزات أو الخرز، هي خرزات. بعد كده بنحط الخرز كده، واملى براحتك، الخزنة دي بتاخد كتير قوي. تمام بالشكل ده. بعد كده بنركب دي، الجزء ده الأول بيدخل كده على الجنب، بعد كده تقوم مركب. بس كده اتركبت تمام وبقت أمورها زي الفل. بعد كده هنسحب بقى الجزء ده
ركز كده في الخرز، الخرز بيتسحب من تحت ويترص على طول. حاول اوضحها اكتر. بس كده القطع جاهزة للضرب. اول حاجة ده نظام السيف، نظام الامان عشان ما يضربش خالص، الزرار كده وتحس ان هو مقفول ميضربش. ده نظام السيمي وده نظام الاوتو. تمام، خلينا نجرب السيمي الاول. ودي معدن. تجربة بقى السيمي، صوتها رعب. نحاول نبعد شوية. ده نظام السيمي. النظام الآلي منه بقى. صوتها طرب.